الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مد سالف الأزمان. يحذر رحمه الله من الاغترار بالدنيا واللهو بها والركون إليها والانشغال بحطامها الفاني الزائل. الدنيا إنما هي منزل لعب به، كم من أناس قد سكنوه، كم قد سكن هذه الدنيا من أناس متسالف الأزمان، من أزمان بعيدة، فما هو حاله إذن؟ البيت الذي أجره مليارات من البشر، يدخل هذا ويخرج ويأتي آخر ويخرج ويدخل آخر ويخرج، كيف يصير؟ يصير باليا خرابا. هذه حقيقة هذا المنزل الدنيا. كم من قصور شيدت وكم من عمارات بنيت، لكن ما هو مآلها الذي صارت إليه؟ الخراب. فلذلك لا يلهينك هذا المنزل الذي لعبت به أيدي البلا، الفنا والخراب متسالف الأزمان. والنصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن اللهو بالدنيا والانشغال بها والاغترار بها. يقول الله جل وعلا: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوا قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وأثنى الله جل وعلا على الذين لم تلههم هذه الدنيا وهذا المنزل، ولم يشغلهم هذا المنزل الفاني على المنزل الباقي. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس مرفوعا وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل الكافي خير من الكثير اللاهي. قليل كافي خير من كثير اللاهي. عند قليل يكفيك أفضل من عندك كثير يلهيك. إيش فائدة من كثير يلهيك؟ لا والله. القليل الكافي خير من الكثير اللاهي. كثير إذا كان سيلهيني فقليل يكفيني خير منه. فلذلك لا تغتر بهذا المنزل الدنيا، ولا يلهيك هذا المنزل عن المنزل الحقيقي. الدنيا ليست منازلنا، ليست الدنيا هي منزل المؤمن،
منزل الحقيقي الجنة التي أخرجنا منها، هي دارنا، ليست هذه الدار. الدنيا ليست دارنا، دار الحقيقي الجنة. نحن أخرجنا من الجنة حين أخرج أبونا آدم وأمنا حواء من جنة الله جل وعلا حين وسوس لهما الشيطان. تلك الدار الحقيقية وذلك المنزل الحقيقي أخرجنا منه وصرنا إلى هذا المنزل الدنيا، فليس هو منزل الحقيقي، وإن منزلنا الجنة. ورحم الله جل وعلا ابن القيم يقول في الميمية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو إبليس اللعين، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها الأعداء أضحت فينا تحكموا. فجنات عدن هي المسكن وهي المنزل وهي المخيم. مهما نزلت منازل في هذه الدنيا، سكنت قصرا، سكنت عمارة، سكنت بيتا، تنقل في هذه المنازل. ما الحب إلا لذلك المنزل الحقيقي الجنة. قال أبو تمام في ديوانه يقول: البين جرعني نقيع الحنظل والبين أثكلني وإن لم أثكلي، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. الحنين للمنزل الأول. أنت الآن إذا عندك بيت في الدنيا سكنته ولدت فيه ثم انتقلت إلى بيت آخر، تحن إلى هذا المنزل. إذا مرت بذلك المنزل تذكرت أيام الطفولة وأيام الصبا. لك مع هذا المنزل أمور كثيرة، أيام قضيتها. فالحنين لهذا المنزل أول ما سكنت من هذه المنازل. فكيف الحنين إذن إلى الجنة؟ المنزل الأول هو الجنة، فأخرج منه الناس، فكيف حنينهم إذن إليه مهما سكنوا من هذه المنازل في الدنيا، ولو سكنوا القصور والعمارات. فما الحب إلا للحبيب الأول، ذلك المنزل الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري عن عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وعند الترمذي عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا ومثل هذه الدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. هذه هي حقيقة المنزل، كما تستظل تحت شجرة لحظات تذهب. وسكناك في هذا المنزل هكذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا التقاتل لأجل الدنيا؟ ولماذا التقاطع؟ ولماذا المشاكل؟ كل ذلك لأجل الدنيا والعياذ بالله. يحصل القطيعات، يحصل القتل، يحصل سفك الدماء، كل ذلك لأجل صراع هذا المنزل، وهو فاني وزائل ليس بباقي. فلا يلهينك هذا المنزل عبد الله عن المنزل الحقيقي. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا متسالف الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. هذا المنزل
ترحلت عنه كل المسرات. مهما لقيت في هذا المنزل من مسرات ومن سرور ومن حبور ومن إلى آخر ذلك، كله يرحل، لا شيء يبقى في هذا المنزل أبدا. دار الهموم والأحزان، دار الابتلاءات، دار المصائب ودار الفتن، فلا تدوم فيها المسرات، لأنها لا تدوم لأحد. هذا المنزل لا يدوم لأحد، لو كان يدوم لأحد لدام للرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. لو أن فيها خلود خلد الرسل، لو أن فيها خلود خلد الرسل، لكن لا خلود فيها ولا دوام فيها، لأن ليست دار بقاء، وإنما دار بقاء وقرار، وإنما هي دار فناء، دار فناء، فلا تدوم فيها المسرات ولا الأحزان، فيوم حزن ويوم فرح ويوم ضحك ويوم بكى ويوم كذا ويوم كذا، لا تدوم لأحد. كم قد عاشها من الملوك، كم قد سكنها من السلاطين، وكم وكم وكم، ما دامت لهم. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لكن ما دامت لغيرك ولذلك وصلت إليك. وإلا لو كانت دار دوام لدامت لغيرك ممن سبقك ولم تصل إليك، لكن لا تدوم لأحد. الدنيا لا تدوم لأحد، بل تترحل عنها المسرات والسرور. ورحم الله جل وعلا الإمام الشافعي إذ يقول: ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الدنيا تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. فإذا لا تدوم، أناس يبكون وأناس يضحكون، وأناس يمرحون وأناس في حزن، وهكذا، فلا تدوم فيها السرور والمسرات ولا الأحزان، متنقلة لأنها ليست باقية. ورحم الله جل وعلا القائل إذ يقول: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شأن. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ يقول: أين الملوك ذو التيجان، أصحاب التيجان من يمن، ملوك اليمن الذين ملكوا اليمن، وأين هم من أكاليل وتيجان؟ أين قارون؟ وأين هامان؟ أين هؤلاء؟ أين مال قارون الذي كان يجمعه؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا بد له، فحتى أن القوم أو فقضى عليهم فكأن القوم ما كانوا، فكأن القوم ما كانوا. إذن الدنيا لا يدوم فيها السرور ولا تدوم فيها الأحزان ولا شيء يدوم فيها، كل شيء يترحل وتتبدل بالهم والأحزان، دار الهموم والأحزان. هل سرورنا أكثر بالدنيا ولا أحزاننا؟ حزن أكثر والهم في هذه الدنيا.
أنت ربما تفرح بعض الأيام وما ندري الأيام الأخرى، تفرح بعض أيام الشهر وأكثر أيام الشهر الله المستعان، مصيبة من هنا، بلية من هنا، وهم من هنا، فوات قريب، فوات محبوب، ومرض وابتلاء. هذه حقيقة هذه الدنيا، دار الآلام، دار التعب، دار النكد. وإذا كان فيها سرور لا يدوم، فهو لحظات وبعض أيام، فلا تغتر ولا تفرح أن هذا الحال سيستمر بك، لا، لأنها لم تطبع على هذا أصلا، لم تطبع على هذا أن تكون دار سرور دائمة، لا، وإنما فيها الهم والحزن، وفيها السرور، وفيها الصحة، وفيها المرض، وفيها إلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى: سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأن المؤمن فيها مبتلى، المؤمن في الدنيا مبتلى بأنواع الابتلاءات، مبتلى بأنواع من الابتلاءات، مبتلى في نفسه، ومبتلى في ماله، ومبتلى في أهله، ومبتلى في ولده، ومبتلى في عمله، في عبادته، في سائر شؤونه هو مبتلى. وما يلقاه من الراحة والسرور لأنه من أهل الإيمان، وأهل الإيمان هم أسعد أهل الدنيا، على خير وعلى اطمئنان وعلى راحة وعلى حياة طيبة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهم في سعادة. وكما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن في حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا، ومع هذا هذه الحياة الطيبة وهذه السعادة التي هو فيها بالنسبة لما هو في الآخرة كأنه في سجن، كأنه في سجن، لأنها لا تساوي شيئا مقابل ما أعد في الآخرة من الفرح والبهجة والخير العظيم والنعيم المقيم، لا تساوي شيئا. فهي بالنسبة للمؤمن كالسجن. والكافر في هذه الدنيا يرى نفسه يتنعم بما شاء، لا يمنعه شيء، لا يتقيد بشيء، حلال وحرام، وهذا لا يجوز وهذا ممنوع، كالبهائم يسرح ويمرح ويبني القصور ويسكن الدور. وهذا بالنسبة له جنة الدنيا، وهذا المنزل جنة بالنسبة للكافر، لأن الذي أعد له في الآخرة من العذاب والنكال بالنسبة لما هو عليه في الدنيا، هذه جنة الدنيا بالنسبة له، مع أنه ليس بالسعيد الحقيقي، السعادة إنما بالإيمان والطاعة، لكن هو يرى نفسه سعيدا، وفي الحقيقة أنه ليس بسعيد. السعيد هو التقي، إنما التقي هو السعيد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عنه أنه كان إذا خرج إلى المسجد أو إلى دور العلم كانت له عربة، كان في ذلك الزمن العربة وعليها الخيول، أمام هذه العربة تجر هذه العربة، والحافظ ابن حجر على هذه العربة تجرها الخيول، فمر على يهودي زيات، يعني يشتغل في الزيت. تعلمون الذي يشتغل في الزيت يكون الزيت على ثيابه وربما على وجهه وعلى يديه. فأوقف هذا اليهودي
موكب الحافظ بن حجر وقال له: إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وانظر أنت الذي أنت عليه، ثياب الحسناء ومركب وخيول تجرك وعربة. من السعيد كأنه يقول ثان حاله، كان يريد أن يكذب بهذا الحديث، أي أنه ليس بصحيح وليس في محله، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا، بل أنت مؤمن وأنت المنعم الآن، وأنا يهودي وانظر ما علي من الوسخ ومن الزيت. فقال له الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: أنت وما عليه في هذه الدنيا من هذا التعب، من هذا الضنك، بالنسبة لما ستجد في الآخرة إذا بقيت على الكفر، أنت في جنة، والله أنت في جنة الآن مقابل ما يقابلك في الآخرة إذا مت على الكفر. وأنا وما تراه علي هذا بالنسبة لي سجن، لأن النعيم العظيم المقيم في الدنيا أعظم وأعظم، هذا لا شيء. فذكروا حتى أن اليهود شهد ونطق بالشهادتين، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذن الدنيا سجن المؤمن، لأنه مأمور بأمور ومنهي عن أمور، ليس حرا، وإنما هو مسجون بمعنى ليس بحر، بخلاف الكفار ونحن أحرار. هذه الحرية التي يعني يدعى إليها اليوم، يقول أنا حر. لا، المسلم ليس بحر، المسلم ليس بحر، بل المسلم مأمور بأوامر ومنهي بنواهي، وهذا في حقه معنى السجن، وهذا معنى السجن في حقه، وأنه مكبل بهذه القيود، مكبل بهذه القيود، قيد يمنعه عن أكل الحرام، وقيد يمنعه عن شرب الحرام، وقيد يمنعه عن أكل أموال الناس بالباطل، وقيد يمنعه عن قطيعة الرحم، عن القتل، عن إلى آخر ذلك. فهو مسجون بالأوامر التي تردعه، بالنواهي التي تردعه عن فعل الحرام والمحرمات، وبالأوامر التي تأمره بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. هذه أوصاف الذين آثروا الدنيا على الآخرة، يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: انظر من الذي آثر الدنيا على الآخرة؟ هل هم العلماء؟ ما الذي آثر الدنيا على الآخرة؟ هل هم العلماء؟ هل هم الحكماء؟ لا، سكانها أهل الجهالة، الذين آثروا الدنيا على الآخرة واغتروا بها هم الجهال. فأجهل الناس هو الذي اغتر بالدنيا، اغتر بالأموال واغتر بالقصور واغتر بالدور إلى آخر ذلك، لأنه جاهل بحقيقة هذه الدنيا، ما علم حقيقة هذه الدنيا. لو علم حقيقة هذه الدنيا فلن يغتر بما اغتر به من حطامها الفاني وزخارفها، لكنه جاهل. وهكذا هم أهل السفاهة، ليست عندهم عقول وليست عندهم حكمة. لماذا خلقت هذه الدنيا ولأجل ماذا؟ فهم أهل جهل وهم أهل سفاهة وهم أنجس السكان، ليس بأفضل الناس الذين اغتروا وآثروا بالحياة الدنيا. تجد الواحد عنده القصور الكثيرة والعمارات والأموال وهو لا يحسن أن يتوضأ، لا يحسن الوضوء، ما يتوضأ كما توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعنده المليارات وعندها العمارات وعندها القصور وعنده 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 وعنده. وهكذا ربما يجهل بشيء مما يتعلق بأمر الصلاة والزكاة والصيام أو الحج أو حق
الوالدين أو حق الجار إلى آخر ذلك. لماذا؟ لأنه اهتم بالدنيا واغتر بها وركن إليها. وهم أهل البطالة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قالوا ألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. جاهل بحق الله من التوحيد، تاجر كبير أو عنده مليارات ويتمسح بقبر الميت، يأتي إلى قبر ميت من الأموات، ولي من الأولياء، ويأخذ التراب ويتمسح ويجعل على ظهره وعلى وجهه. جاهل بحق الله جل وعلا. أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله تقربا وتعظيما أو إلى آخر ذلك. أو يفعل البدع والمحدثات، ذنوب والمعاصي إلى آخر ذلك. هذا ألذ هؤلاء عيشا، غرهم هذا العيش والتذبوا به، وألهاهم عن ذلك النعيم الباقي والعيش الذي حقا. هذا ألذهم عيشا، هذا أفضلهم، أفضل من آثر الدنيا على الآخرة، هذا هو حاله. وكما قال بعض السلف رحمه الله تعالى: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، لم يذوقوا أحلى ما فيها وأغلى ما فيها، ألا وهو الإيمان، ذكر الله جل وعلا، والعلم الشرعي. ورحم الله بعض السلف إذ يقول: والله إننا لفي لذة لو يعلم عنها الملوك أو أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه اللذة الحقيقية، اللذات التي يكون عندها الإنسان في راحة قلبية وانشراح لا يعلمه إلا الله جل وعلا. حتى ابن القيم يقول: والله إنه لا يمر بالمؤمن لحظات يرقص فيها شوقا وطربا. إذا كان أهل الدنيا على هذا الحال فهم في نعيم عظيم. هذه اللذات الحقيقية، لذة العبادة. المحروم من حرم لذة العبادة. كثير من الناس يصلون لكن من الذي يلتد؟ كثير من الناس يصلون لكن من الذي يلتد؟ يصلي ويخرج، وخرج كما دخل. سبحان الله، ما التد بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام. لأنه عليه وسلم يجد اللذة العظيمة، والسلف الصالح كذلك. لكن نحن نسأل الله اليوم العافية إلا من رحم الله. نفعل العبادات، ندخل في صلواتنا ونفعل الطاعات والعبادات، وقليل من يشعر بتلك اللذة، لذة الطاعة ولذة العبادة. هذا من الحرمان يا عباد الله، وإنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. حرمان اللذات، لذات الطاعات ولذات العبادات، بسبب الذنوب والمعاصي. القلب هذا صار أعمى من كثرة ما عليه من الذنوب والمعاصي وما ران عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وين تظهر اللذة إذن في قلب صار كالأسود كالكوز مجخية؟ فلذلك يا عباد الله، اللذات في الدنيا تحصل بطاعة الله وترك المعاصي. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الدنيا الذين وفقهم الله جل وعلا العمل للدار الآخرة. ونقف هنا ونواصل في درس لاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.